السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم أولى إعدادي. النهاردة هنحل امتحان 14 محافظة الإسماعيلية صفحة 117 كراسة التدريبات كتاب الامتحان علوم. قبل ما ابدأ معاكم حبايبي اتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان اي فيديو انزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الاول معانا: اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد: كل من الجزيئات الآتية تتكون من عنصرين ما عدا الأكسجين، لأن الماء وكلوريد الهيدروجين وملح الطعام طبعا بيتكونوا من عناصر مختلفة. في الخلايا الشمسية يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. من الحيوانات التي ليس لها دعامة قنديل البحر. العنصر السائل الذي يتركب جزيئه من ذرتين هو طبعا البروم. طب لو كان قالك العنصر السائل الذي يتركب جزيئه من ذرة واحدة كنت هتقول الزئبق. يعني عندنا البروم وعندنا الزئبق، دي عناصر سائلة، بس البروم يتكون من ذرتين والزئبق يتكون من ذرة واحدة. السؤال ب: اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم واحد: مناطق وهمية تتحرك خلالها الإلكترونات كلا حسب طاقته. مستويات الطاقة: مجموع طاقتي الوضع والحركة. طبعا احنا عارفين ان الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، يبقى هنا مجموع طاقتي الوضع والحركة الطاقة الميكانيكية. نباتات أرضية تتكاثر بالجراثيم. السراخس، لأن السراخس احنا عندنا مثلا النباتات اللي بتتكاثر بالجراثيم كزبرة البئر والفجير. أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة. ده تعريف العنصر. السؤال جيم ده سهل وبسيط جدا، بس تاخد بالك من المطلوب. هو طالب منك ايه؟ هنا سقط حجر كتلته 5 كيلو متر من ارتفاع 8 متر. احسب طاقة وضعه. خد بالك قالك احسب ايه؟ احسب طاقة وضعه. طاقة الوضع بتساوي ايه؟ طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. عندك وزن في المسألة؟ لا، ما عنديش وزن. طب عندك ارتفاع؟ الارتفاع 8 متر. فبالتالي عشان تحسب طاقة الوزن قصدي الوضع لازم يكون عندك وزن ويكون عندك ارتفاع. انت عندك ارتفاع بس ما عندكش وزن، اذا الوزن بيساوي ايه؟ الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. الكتلة معانا بكام؟ الكتلته 5، هتكتب ال5 في عجلة الجاذبية. هو مش مديهالك بس احنا عارفين ان عجلة الجاذبية بتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. يبقى عجلة الجاذبية لو هو مش مديهالك بتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. هتلاقي عندك في الكتاب كله عجلة الجاذبية مكتوب 10 متر لكل ثانية تربيع. يبقى هنا 5 في 10 بتساوي 50 نيوتن. خد بالك بتساوي 50 نيوتن. قلنا ليه نيوتن؟ لان وحدة قياس الوزن هي النيوتن. ما تنساش تكتب وحدات القياس لان دي لو ما كتبتهاش بتنقص درجات. يبقى هنا الوزن طلع معانا ب50، يبقى طاقة الوضع بتساوي الوزن 50 والارتفاع 8 هتساوي 400 جول. السؤال 2: أكمل العبارات الآتية. رمز عنصر الكربون C بينما رمز عنصر الحديد Fe. تنتقل الحرارة بالتوصيل في الأجسام الصلبة وبالحمل في الأوساط السائلة والغازية. تصنف النباتات حسب طريقة التكاثر إلى نباتات تتكاثر بتكوين البذور ونباتات تتكاثر بتكوين الجراثيم. يبقى طريقة التكاثر إلى إيه؟ نباتات تتكاثر بتكوين البذور ونباتات تتكاثر بتكوين الجراثيم. وحدة قياس الحجوم هي السنتيمتر مكعب، ووحدة قياس الكتلة هي الجرام. السؤال ب: صوب ما تحته خط. رقم 1: المادة السائلة لها شكل وحجم ثابت. طبعا احنا عارفين ان المادة الصلبة هي اللي ليها شكل وحجم ثابت، يبقى نشيل السائلة وهنكتب الصلبة. القطب السالب فيها العمود الكهربي البسيط هو لوح النحاس. القطب السالب هو لوح الخراسيم، لان احنا عندنا العمود الكهربي البسيط في قطب موجب وقطب سالب. عندنا القطب السالب لوح الخراسيم اللي هو ZN، اما القطب الموجب اللي هو لوح النحاس اللي رمزه Cu. افراز السم في الثعابين تكيف سلوكي. اي افراز السم في الثعابين؟ افراز العرق في الانسان بيبقى تكيف وظيفي. ليه تكيف وظيفي؟ لان افراز العرق بيجي نتيجة مجهود، يعني بيجي ويروح، يبقى وظيفي. يعني هيقوم يعني انت دلوقتي بذلت مجهود
وارتحت بعد كده خلاص ما بقاش في عرق، يبقى وظيفي بياخد وقت وبيمشي في وقت في نفس ذات الوقت، يعني في نفس ما ترتاح طبعا العرق بيمشي من حضرتك. يبقى افراز السم في الثعابين ده تكيف وظيفي، افراز العرق في الانسان تكيف وظيفي، اي كلمة تلاقي فيها افراز بتبقى تكيف وظيفي. تصنف الحيوانات حسب الشكل الظاهري وطريقة التكاثر، هنقول تصنف النباتات حسب الشكل الظاهري وطريقة التكاثر. يبقى هنا نشيل السائلة وهنكتب الصلبة، هنا نشيل النحاس وهنكتب الخراسين، هنا هنشيل سلوكي وهنكتب وظيفي. السؤال 4 نشيل الحيوانات وهنكتب النباتات. السؤال ج ما نوع التكيف في منقار هذا الطائر؟ طبعا ده البط، يبقى تكيف تركيبي. وما الشكل المتوقع لأرجله؟ تنتهي بأصابع مكثفة. السؤال اللي بعد كده رقم 3 ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. ما طلبش منك إنك تصوب الخطأ. قوة التماسك بين جزيئات المواد الصلبة صغيرة جدا، طبعا خطأ لأنها كبيرة جدا. توضع المدفأة الكهربية على أرضية الغرفة، العبارة صح. نشاط الطيور نهارا والخفافيش ليلا تكيف وظيفي، طبعا خطأ، احنا لسه قايلين التكيف الوظيفي اي افراز زي افراز العرق في الانسان وافراز السم في الثعابين. يبقى تكيف سلوكي، واي نشاط بيبقى تكيف سلوكي، يعني مادام قالك نشاط تكيف سلوكي. يملأ مستوى الطاقة L بالإلكترونات قبل مستوى الطاقة M، العبارة صح. ليه؟ لأن المستوى L قبل المستوى M، فبالتالي المستوى L بيكتمل بالإلكترونات قبل M لأن M هو اللي بعده. السؤال اللي بعد كده بقى استخرج الكلمة الغير مناسبة ثم اذكر ما يربط بين باقي الكلمات. الديدان، الحصان، قنديل البحر، الاخطبوط. الحصان دي الكلمة اللي غير مناسبة، اما الديدان وقنديل البحر والاخطبوط دي حيوانات رخوة. النيون، الارجون، الكلور، الهيليوم. الكلور دي الكلمة اللي غير مناسبة، اما النيون والارجون والهيليوم دي عناصر، دي غازات قصدي خاملة، دي كلها عناصر لغازات خاملة، يبقى هتكتب غازات خاملة من الغازات الخاملة. القوة، الإزاحة، الشغل، طاقة الوضع. طاقة الوضع دي الكلمة اللي غير مناسبة. طب ليه؟ لأن ده قانون الشغل، الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، اللي بيربط بينهم إن الشغل بيساوي القوة في الإزاحة. الجراد، البعوض، العنكبوت، الذبابة. العنكبوت دي الكلمة اللي غير مناسبة، أما الجراد والبعوض والذبابة من الحشرات. السؤال جه ماذا يحدث عند تلامس جسم ساخن بآخر بارد؟ هنقول تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، لأن احنا عندنا الحرارة بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. إيه الأعلى؟ يعني الجسم الساخن، إلى الجسم الأقل اللي هو الجسم البارد. يبقى عندنا الحرارة بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. لما يجي يقولك تلامس جسم ساخن بآخر بارد، هتقول تنتقل الحرارة من الجسم الساخن اللي هو الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم البارد اللي هو الأقل في درجة الحرارة. السؤال رقم 4 اختر من العمود B ما يناسب العمود A. وحدة قياس الشغل اللي هي الجول، أي شغل بيكون وحدة قياسه الجول، وأي طاقة بيكون وحدة قياسها الجول. كائن وحيد الخلية على طول هتقول ايه؟ البراميسيوم. مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات ده العدد الكتلي، كل ما له كتلة وحجم المادة. ركزوا يا حبايبي ولازم تحفظوا وحدات القياس اللي هي وحدة قياس الوزن النيوتن، وحدة قياس طاقة الوضع وطاقة الحركة والطاقة الميكانيكية الجول، ووحدة قياس الشغل برضو بتكون معانا الجول. يبقى هنا وحدة قياس الشغل الجول. كائن وحيد الخلية البراميسيوم، وعندنا اليوجالينا، وعندنا ايه تاني؟ عندنا البراميسيوم واليوجالينا والأميبا. طب لو قالك الأميبا دي بتتحرك عن طريق ايه؟ الأقدام الكاذبة. طب واليوجالينا الصوت، والبراميسيوم الأهداب. طيب هنا مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات، طبعا دي بتكون داخل نواة الذرة، ده العدد الكتلي، كل ما له كتلة وحجم على طول هتقول المادة. ب اذكر مثالا واحدا لكل مما ياتي. حشرة تقوم بالمماتنة، دي الحشرة الوراقية. مصدر دائم للطاقة على طول بتكتب الشمس، لأن عندنا الشمس ده مصدر طاقة دائم وغير ملوث للبيئة. وهنا عندنا العنصر الذي يصنع منه أواني الطهي،
العنصر الذي يصنع منه أواني الطهي هتكتب الألمنيوم. نباتات آكلة الحشرات عندنا الديونيا والدروسيرا وحمول الماء. يعني كتبت الديونيا صح، كتبت الدروسيرا صح، كتبت حمول الماء صح، لأن دي بتكون حشرات طبعا نباتات مفترسة. الديونيا والدروسيرا وحمول الماء دي نباتات مفترسة، نباتات آكلة الحشرات. جيم علل يعتبر العقرب من العنكبوتيات. هنقول لأن له 4 أزواج من الأرجل المفصلية، لأن له 4 أزواج من الأرجل المفصلية. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا امتحان رقم 14. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وربنا ينجحكم جميعا يا سنة أولى، ويا رب أكون أفدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لأن اللايك بيرفع الفيديو على القناة زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفاد. مع السلامة بناتي وأولادي الأعزاء، إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد.